محمود يا خطيب، مارسيل كولر ده لازم يمشي النهارده. اللعيبه بتاع الفرقه دي كلها لازم تتسرح يا محمود يا خطيب. انا توقعت في مسابقه تركي الشيخ اننا نكسب 3-0، ازاي نكسب 2-0 بس؟ اهلا يا عم، مبروك لكل اخواتي وحبايبي الاهلاويه الفوز بكاس مصر قدام اللي مش غريم التقليدي الزمالك. بحق الله لعبنا ماتش وحش قوي، الشوط الاول وحش، الشوط الثاني وحش، ومارسيل كولر مخرف في التشكيل، عشان كده كسبنا. هو الاهلي كده، هو الاهلي لازم ينزل قدام الزمالك يلعب وحش يروح لبابهم وواخد البطوله. هي النهائيات كده مع الاهلي، تكسب ولا تلعب. والقفيش ايه؟ القفوش ايه؟ قفشه بالتخصص ايه؟ صاحب القضيه والنهارده قضيتين ايه؟ اقسم بالله لو اتعرض عليا دي بروينا ما يلزمني، لو اتعرض عليا انيستا في عزه ما يلزمني. تغيير مجدي قفشه ومروان عطيه النهارده هي اللي عدلت كل حاجه وصححت كل حاجه. مروان عطيه قفل ورا وقفشه فتح قدام وقدرنا نكسب الماتش. الف مبروك يا اهلي الفوز بكاس مصر. لسه الموسم طويل ولسه عندنا بطولات تانيه كتير عايزين نكمل فيها.